صلاة العيد تجمعنا، هلموا إلى مسجد العيد صفا صفا بطيب وريحان وبنفوس زكية. علموا أبناءكم فضل صلاة العيد وقووا إيمانهم بالله وربوهم على التقوى وعلى دين الهدى وفقهوهم بالدين، تكسبوا ثوابا من الله وصلاح أبناءكم. سيروا بأبناءكم نحو طريق النور والفلاح، وعيد جاء بالسرور والبهجة، وارسموا الفرحة على وجوه الصغار. عندما كنا صغار كنا نتساءل وبشدة: ما هو العيد؟ هل هو ثوب جديد نلبسه أم هو لعبة نلهو ونمرح بها؟ كان يوم العيد مشرق وجذاب واسمه رنان ويثير فضولنا، ونتساءل عن فرحتنا، نراقب الحنة بأيدينا. كنا ننتظر العيد بفارغ الصبر، كم تمنينا أن يذهب الليل مسرعا حتى يأتي العيد. وعندما يأتي الصبح بعد طول انتظار كنا نفتش عن العيد، عن الفرحة. وعندما يقولون لنا هذا اليوم عيد كنا نتساءل بغرابة ونقول لهم: لكنه يوم عادي يشبه الأمس وقبل الأمس. تقول أمي: نعم، لكن فيه فرحة، انظرن إلى نقوش الحناء في العيد وهي تزين أيديكن. يذهب العيد ونحن نتساءل ونبحث عنه. كنت أذهب إلى جارتنا وأسألها: هل أتاكم العيد أنتم أيضا؟ وتضحك وتقول: أجل، فالعيد عيد المسلمين وهو للناس أجمع. لم أفهم شيئا مما تقول سوى أن هذا العيد فرحة، لكنني أراه يوما عادي كباقي الأيام، إلا أنهم يروجون للفرحة فيه والنشوة، لكنني أرى هذه الفرحة مبالغا فيها. كنت أذهب إلى جارتنا مرات ومرات عديدة لعلني أجد عندها إجابة تذهب حيرتي. لم تكن مجرد جارة أو صديقة لأمي، لكنها كانت أما حنونة للكل. كم كنا سعداء بهذه الجارة. كان لدى جارتنا حنان غريب يحتوينا كلنا، وتمتلك أسلوبا جميلا ومهذب ومقنع، لكنها تقف عاجزة أمام تساؤلاتي التي لا تنتهي ولا تجد لها إجابة، لأن أسئلتي كثيرة ونادرا ما أقتنع بما تقول، وهي تشتكي مني وتضحك. أسألها: ما هو العيد؟ هل هو رجل يزورنا بين الحين والآخر؟ وتقول لي: هو يوم، لكنه يحمل معه الأفراح والثياب الجديدة. أرد وأقول: لكن أبي من يشتري لنا الثياب؟ وترد وتقول: أباك لم يشتري الثياب لأن العيد أهداه تلك الثياب وقال له: أعطها لأولادك وأولاد الجيران. ما أجمل هذا الكلام، لكنه لم يقنعني ولم يدخل رأسي. عيدك مبارك يا خالتي أم صالح، لن تكبري أبدا، كنت لنا الصدر الحنون أنت وأمي وأبي، كلكم تعبتم معنا، فسلامي لكم جميعا. والآن بعد أن كبرت وتعلقت أنت بي، لم أعد تلك الطفلة التي تسأل، لأنني أصبحت أنا التي أجاوب، وتنبهرين بكلامي وإجاباتي السريعة. وقد قلت لي ذات يوم: لماذا يا ابنتي تجاوبين بثقة وتقارنين بين فاطمة الأمس الطفلة الشقية كثيرة الأسئلة وفاطمة الآن؟ برأيك يا خالتي أم صالح، ما هو العيد؟